دخلت المطبخ عشان أجهز الفطار، اكتشفت إن أنا ما عنديش خبز نهائي ولا لقمة. وطبعا كان الصبح هعمل إيه؟ والولاد طبعا نايمين، وعشان أتصل وأجيب خبز وقصة. فقلت طيب أنا هعمل الخبز بنفسي ومنه للفطار وفيه كل التفاصيل اللي أنا عايزاها. جبت كوبايتين من الدقيق، كوبايتين وربع، ونخلتهم زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليهم ربع معلقة ملح صغيرة، وعليهم معلقة كبيرة من الزيتون أو معلقتين. وهخلط كل المكونات دي كده، وملح ودقيق، ملح ودقيق وزيت زيتون والمية فقط لا غير. كل اللي أنا هعمله هحط كمان ربع معلقة بيكنج باودر صغيرة. أحاول أدخل الزيت كله جوه حبيبات الدقيق. والكوبايتين وربع دي خدوا مني كوباية مية واحدة، كوباية مية دافية طبعا عشان الجو ساقع دلوقتي، فانا قلت هخلي المية دافية شوية. وعلى فكرة هي من غير البيكنج باودر برضو هتبقى كويسة جدا وهيطلع الخبز ممتاز، بس انا حبيت ان انا اعمل شوية تحسين شوية، وحطيت ربع معلقة من البيكنج باودر. هقلبها بالشكل ده وهعجنها كويس، يعني اقعد اعجن فيها شوية واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، عشان المكونات كلها والمية والدقيق ياخدوا ويدوا مع بعض كده، عشان يديني العرق بتاع العجينة. شايفين العجينة عاملة ده السمك اللي انا عايزاه. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، انا دول خدوا مني كوباية واحدة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا رشيت الطبق شوية من الزيت، وهحط فيها العجينة اريحها بتاع ربع ساعة او 10 دقايق، لان هي مش فيها خميرة، احنا بس نديها فرصة انهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة زي ما انتوا شايفينها كده. هقطعهم 4 كرات، يعني الكوبايتين وربع انا عملتهم 4 كرات، لاني انا هحشي الرغيف نفسه. يعني الفطار بتاعي هيبقى عبارة عن الرغيف. يعني لو انتي عايزاه هتعملي حاجات تاني وهتلفيه وتكوري وتعملي، تبقي تعملي الكوبايتين وربع دول 8 قطع. انا عايزاهم 4 لان انا هحشيها جبنة موتزاريلا. هبتدي افرد بالنشابة بتاعتي، وطبعا لو حسيتي انها ملزقة رشي حاجة بسيطة من الدقيق بس ما تكتريش عشان ما ينشفش منك. جبت الجبنة الموتزاريلا بتاعتي وهبتدي ان انا احطها في النص كده واجمع العجين حواليها واعملها كورة زي ما انتم شايفين كده. شوفوا انا بعمل ايه واعمله زيها. اقفلها كويس جدا عشان ما تفتحش والجبنة تطلع منها، وابتدي افردها. ممكن تريحيها 5 دقايق كمان او تفرديها على طول. حاولي ما ترققيهاش قوي لان طبعا دي محشية بالجبنة، لكن لو انتي عايزاها فاضية طبعا رققيها زي ما انت عايزة، بس دايما خلوا الخبز يبقى فيه سمك كده شوية عشان يدي طعم وما يتحرقش وما ينشفش. انا عملت ال4 كور بالشكل ده وريحتهم 5 دقايق، وجيت على البوتاجاز جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها رشة زيت، حتة زبدة صغيرة، وابتدي احط الرغيف بتاعي واقلبه على الناحيتين. وكنت من آن لآخر اغطيه عشان الحرارة بتاعة النار تسوي الرغيف من فوق، بالرغم ان انا قلبته يعني. طبعا عايزة اقول لكم الطعم حكاية يعني بصراحة. ولا غلبة يعني، لسه هستنى هشتري الخبز. اكيد هشتري، بس انا قلت ايه، منها فكرة ومنها ان احنا نفطر مع كوباية شاي مع كوباية نسكافيه، وبالهنا والشفا. وطبعا اول ما تطلعيه من الطاسة او من البوتاجاز على طول تحطيه تغطيه بفوطة نظيفة كده عشان يفضل طري. شايفين النفخة عاملة ازاي؟ بيقب بسهولة جدا، ما فيهوش اي مشكلة خالص.
طالع شايفين الهوا من جوه تحفة. ممكن جدا بالجبنة الموتزاريلا اللي جوه دي كمان تحشوا حاجات تانية، ما فيهاش اي مشكلة، بس انا ده كانت وقتها اللي موجود عندي عملته. شايفين اللقمة عاملة ازاي، طرية جدا ولذيذة وطعمها تحفة. اوعي تحطي جبن بيضة لان الجبن البيضة بتنزل مية، لازم تكون جبنة مطاطية.